ناس كتير جدا بتسأل هو ليه الاندكس في الاري بيبدأ بزيرو؟ يعني لو عندك اري زي دي فيها مثلا ثلاث ارقام، بنقول ان اول رقم الاندكس بتاعه زيرو وبعدين واحد وبعدين اتنين. اشمعنى زيرو؟ ليه مش بيبدأ بواحد اتنين تلاتة؟ واحدة واحدة بقى كده وتعالى نفهم اشمعنى زيرو، وفي اخر الفيديو هتقتنع ان الزيرو هو افضل اختيار نبدأ بيه الاندكس في الاري. طيب مبدئيا كده خليني افكرك بحاجتين. الحاجه الاولى ان الميموري بتاعه الكمبيوتر متقسمه لمربعات صغيره شبه الادراج بتاعه الدولاب. كل مربع اسمه بايت، وكل بايت من دول له ادرس او عنوان جوه الميموري. العنوان ده بيبقى عباره عن رقم اللي بيحدده الكمبيوتر نفسه، احنا ملناش دخل فيه. الحاجه التانيه ان عناصر الاري لازم تتخزن جنب بعض في بلوك واحد. هي دي طبيعه الاري، ما ينفعش كل عنصر يتخزن في مكان عشوائي، لازم كل العناصر تتخزن جنب بعض. تعالوا نعمل مع بعض اري صغيره فيها 3 ارقام ونشوف ايه اللي بيحصل جوه الميموري علشان نفهم موضوع الاندكس ده. اول لما هتيجي تشغل الكود هيبدا الكمبيوتر على طول يحجز لك البلوك اللي هتخزن فيه الاري بتاعتك. مهم قوي نبقى عارفين البلوك ده هيبقى عباره عن كام بايتس، يعني الكمبيوتر هيحجز كام بايتس جنب بعض. هتقولي كام بايتس ايه؟ مش انا عايز اخزن 3 ارقام يبقى 3 بايتس؟ الحقيقه لا، مش بالظبط كده. لان كل عنصر في الاري علشان يتخزن جوه الميموري بيحتاج عدد معين من البايتس بيختلف على حسب نوع الداتا. بمعنى انا مثلا عايز اخزن رقم يعني انتجر، فالانتجر بيحتاج مثلا 2 بايتس. وانا بقول مثلا لان حتى دي بتختلف على حسب الكمبيوتر والسيستم والكومبايلر، ففيه اللي بيحجز للانتجر 2 بايتس وفيه اللي بيحجز 4 بايتس. دي امور ما تهمناش دلوقتي، احنا للسهوله بنفترض ان الانتجر بيحتاج 2 بايتس. اذا انا عندي 3 ارقام كل رقم بيحتاج 2 بايتس، يعني التوتال 6 بايتس. إذا حجم البلوك هيبقى 6 بايتس. حلو أوي، ركز معايا بقى في اللي جاي. تعالى نفترض إن الكمبيوتر حجز البلوك بداية من البايت ده اللي العنوان بتاعه مثلا 1000، فهنلاقي إن رقم 2 هيبقى في أول 2 بايتس، يعني هيبقى واخد ال 1000 وال 1001، وبعده على طول رقم 4 هيبدأ من 1002 وياخد معاه 1003، وآخر رقم اللي هو الستة هيبدأ من 1004 وياخد معاه 1005. طيب هو مين اللي حدد العنوان بتاع أول بايت؟ الكمبيوتر. طب وامتى حدده؟ اثناء الاكسكيوشن، يعني والبرنامج شغال في الران تايم. ده معناه ان اثناء الكومبايل تايم الكومبايلر مش بيبقى عارف هو الادرس بتاع الاري هيبدا من فين. المعلومه دي بتتعرف اثناء الران تايم، وفي نفس الوقت الكومبايلر لازم يعرف يوصل للادرس علشان لما تقول له مثلا انا عايز الاري عند الاندكس 2 يعرف يروح يجيب لك العنصر اللي في الاندكس 2. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ ازاي الكومبايلر يقدر يحدد الادرس بتاع اي عنصر جوه الاري؟ قال لك احنا هنعمل فورمولا عباره عن معادله بسيطه بتحدد العنوان بتاع اي عنصر جوه الاري في الران تايم. المعادله دي بتقول ان عنوان اي عنصر بيساوي البيز ادرس زائد اي في السايز اللي بيحتاجه كل عنصر. يعني ايه الكلام ده؟ البيز ادرس هو عنوان اول بايت، وده بيحدده الكمبيوتر في الران تايم. فاول لما البرنامج بيشتغل السيستم هيعوض في المعادله يحط قيمه البيز ادرس. الاي ده رقم الاندكس بتاع كل عنصر. السايز هو عدد البايتس اللي بيحتاجها كل عنصر. في حاله الانتجر زي ما قلنا كل انتجر هنفترض ان هو ب 2 بايتس. تعال بقى نطبق مثال عشان نفهم المعادله دي. وخد بالك احنا لغايه دلوقتي بنتعامل مع الاندكس على انه عادي زي ما احنا عارفين بيبدا بزيرو، لسه ما قلناش ليه. فخلينا نطبق على المعادله الاول علشان نتاكد انها مظبوطه، وبعدها مباشره هقول لك اشمعنى زيرو. هنفترض اننا عايزين نجيب العنصر عند الاندكس رقم 2. تعال نعوض في المعادله علشان نعرف عنوان العنصر عند الاندكس 2 بيساوي كام. الادرس هيساوي البيز ادرس، احنا افترضنا ان هو 1000، يبقى 1000 زائد اي اللي هي رقم الاندكس اللي هي هنا يعني 2 في السايز اللي هو برضو 2 بايتس. يعني الادرس هيساوي 1000 زائد 2 في 2، يعني 1000 زائد 4 يعني يساوي 1004. هتلاقي ان صح فعلا اخر رقم في الاري لازم يبدا ب 1004. تعال نشوف عند الاندكس رقم 1 اللي هو تاني عنصر في الاري. عوض في المعادله هتلاقي ان الادرس بيساوي 1000 زائد 1 في 2، يعني 1000 زائد 2 يعني يساوي 1002. هتلاقي ان فعلا تاني رقم بيبدا ب 1002. طيب عند الاندكس 0 اللي هو اول عنصر في الاري، عوض في المعادله الادرس هيساوي 1000 زائد 0 في 2، يعني 1000 زائد 0 يعني بيساوي 1000. وفعلا هو ده اول عنصر اللي بيبدا بال1000 اللي هو عند البيز ادرس. اذا من خلال المعادله دي الكومبايلر هيقدر يوصل لاي عنصر جوه الاري بمنتهى السهوله في الران تايم. طيب تعالى بقى نشوف هو ليه الاندكس بيبدا بزيرو، وايه يعني اللي هيحصل لو كان بيبدا بواحد. تعالى نعكس الوضع ونستعمل نفس المعادله
علشان نعرف بيها رقم الاندكس لأي عنصر. تعال نشوف مثلا آخر رقم في الأري يا ترى الاندكس بتاعه بكام. احنا عارفين إن البيز أدرس الكمبيوتر بيختاره، وافترضنا إن هو 1000، وكل رقم بيحتاج 2 بايتس زي ما شفنا. يعني آخر رقم في الأري لازم يبدأ ب 1004، لأنه هيبقى على مسافة 4 بايتس من البيز أدرس. يعني لو عوضنا في المعادلة هتلاقي إن عنوان العنصر اللي هو 1004 بيساوي البيز اللي هو 1000 زائد i في السايز اللي هو 2. يعني 2i بيساوي 1004 ناقص 1000، يعني 2i بيساوي 4، يعني i هيساوي 2. إذا رقم الاندكس بتاع آخر عنصر في array مكونة من 3 أرقام لازم يكون ب2. نفس الطريقة تعال نشوف تاني رقم في الاري. تاني رقم لازم يبدأ ب 1002 لأنه على مسافة 2 بايتس من البيز. عوض المعادلة هتلاقي إن 1002 بيساوي 1000 زائد 2i، يعني 2i بيساوي 1002 ناقص 1000، يعني ال 2i بيساوي 2، يعني ال i اللي هي رقم الاندكس بيساوي 1. بالنسبة لأول رقم، فأول رقم لازم يبدأ بالبيز أدرس لأنه على مسافة 0 من البيز، هو البيز. فنعوض في المعادلة 1000 هيساوي 1000 زائد 2i، يعني 2i بيساوي 1000 ناقص 1000، يعني 2i بيساوي 0، يعني ال i بيساوي 0. إذا الاندكس بتاع أول رقم في الأري بيساوي 0. طيب حلو كل ده. إحنا من المعادلة عرفنا نحسب رقم الاندكس بتاع كل عنصر، وعرفنا نوصل للأدرس بتاع كل عنصر. برضو أنا مش فاهم إيه اللي يمنع إن الاندكس يكون بواحد. تعال نعوض في المعادلة ونعتبر إن الاندكس بيبدأ بواحد ونشوف إيه اللي بيحصل. الأدرس بيساوي البيز اللي هو 1000 زائد الاندكس، تعالى بقى نقول إن هو بواحد في السايز اللي هو 2. يعني الأدرس هيساوي 1000 زائد 2، يعني الأدرس بتاع أول عنصر هيساوي 1002. هنا عندنا مشكلة لأن عنوان أول عنصر فرق عن البيز اللي حدده الكمبيوتر ب 2 بايتس، وده طبعا غلط. أول عنصر لازم يساوي البيز أدرس، فلو عايزين نبدأ الاندكس بواحد لازم نعدل شوية في المعادلة ونخليها كده. هنقول إن الأدرس بيساوي البيز أدرس زائد i ناقص 1 في السايز. تعال نعوض دلوقتي هتلاقي إن الأدرس بيساوي البيز أدرس اللي هو 1000 زائد رقم الاندكس هنقول إن هو بواحد ناقص 1 في 2، يعني الأدرس هيساوي 1000 مظبوط. ولكن الفرق دلوقتي إن المعادلة زاد فيها عملية حسابية اللي هي عملية الطرح، وده مجهود ووقت زيادة ملوش لازمة. لو خلينا الاندكس بزيرو المعادلة هتبقى أبسط وأسرع، مش هتحتاج كل مرة تطرح واحد زي ما عملنا. لذلك معظم لغات البرمجة بتعتمد الاندكس إنه يبقى بزيرو لسهولة المعادلة وتوفير وقت ملوش داعي. يا رب تكون الفكرة كده بقت واضحة، وعرفنا ليه الاندكس المفروض يبدأ بزيرو في معظم لغات البرمجة. لو في أي حاجة مش واضحة يا ريت تكتب لي في الكومنتس، وأشوفكم الفيديو الجاي.